الواحدة زوالا مشاهدينا، تحية رياضية ضمن هذا الموعد الجديد لأخبار تنقلنا إلى عدد من الملاعب الوطنية والعالمية. وفي أول صفحاتنا العناوين: الوداد يتعادل بصعوبة مع النادي القنيطري، ومواجهة اليوم عنوانها لا تكافؤ بين قوى المقدمة وفرق أسفل الترتيب. بعد انتهاء المرحلة الأولى من القسم الممتاز في كرة السلة، الأنظار تتجه اليوم نحو ثمن نهائي كأس العرش. دوليا، مدرب ريال مدريد جوزي مورينيو ينفي اهتمامه بتدريب مانشستر سيتي الإنجليزي، كما ينفي في لقاء إعلامي خلافه مع كاستياس. والبداية مشاهدينا بمستجدات البطولة الاحترافية في دورتها 23. بالأمس تعادل فريق الوداد البيضاوي مع النادي القنيطري بهدف لمثله بملعب محمد الخامس بالبيضاء في مواجهة خدشت بأحداث لا رياضية. سجل النادي القنيطري أولا بواسطة اللاعب إيريك أوبينا في الدقيقة 8 من المباراة، وعدل الوداد عن طريق ضربة جزاء بواسطة اللاعب بالرابح في الدقيقة 45، بيد أن نتيجة التعادل لم تغير كثيرا من موقع الفريقين في انتظار اكتمال باقي المواجهات اليوم وغدا. وردود الفعل عقب المباراة نتابعها في التصريحات التالية. بطبيعة الحال المقابلة كانت صعبة، ما كانت سهلة بالنسبة لنا بحكم الفريق القنيطري يعني تراكم للوراء، لعب على الكرات المرتدة. حاولنا حنايا نقلبوا على الحلول باش نسجلوا أهداف، ما جابش الله. نحاولوا نداركوا ان شاء الله هادشي في المقابلات الجايه. احنا ما لعبناش مع فريق ديال الهواسه، فريق الوداد هذا اليوم فريق الوداد بمقومات كبيره، وصيف بطل افريقيا، القاب، لعبنا مع منتخب اليوم، ما لعبناش مع لاعبين ديال فريق ديال النادي. حنا كلهم بدون استثناء كلهم كيلعبوا في المنتخب. كنظن بان نتيجه جد ايجابيه، ضيعنا فرص سانحه للتسجيل. كنظن بان اللاعبين اليوم اداوا مباراه في المستوى الكبير، انا راضي كثيرا على اللاعبين. وعلى ملعب العبد بالجديدة، صنع الدفاع الجديدي فوزا على نادي المكنسي ب2-1 ضمن فعاليات الدورة 23. الفريق الدكالي افتتح التسجيل في الدقيقة 21 بهدف أمضاه اللاعب المهدي قرناص، وأضاف اللاعب كارل ماكس ثاني هدف للدكاليين في الدقيقة 70 من ضربة جزاء، قبل أن يسجل فريق نادي المكنسي هدفه الوحيد قبل ما تم المباراة بدقيقتين عن طريق بابنداي. نتيجة رفعت الدفاع مؤقتا إلى المركز الخامس ب32 نقطة، بينما استقر الكودين في مركزه ال11 ب25 نقطة. أما ثالث مباراة عن الدورة أقيمت بالأمس بين اتحاد لخميسات وأولمبيك آسفي، فلم يقوى خلالها الفريق الزموري على الخروج بأقل الخسائر، وتجرع هزيمة بعقر الدار أمام القرش المسفيوي ب2-0، نتيجة كرست الأزمة التي يعيشها الفريق الزموري. جيهان جاهوري تلخص المباراة. من مر بأسبوع على إيقاع مشاكل المادية وتمرد اللاعبين على الجمع العام غير العادي والتهديد بمقاطعة المنافسة، كان لابد لأولى مبارياته أن تعكس بجلاء كواليس الواقع المعاش بالخميسات. انعكاس كان بالطبع على مستوى النتيجة، والنهاية كانت استسلاما بالميدان على واقع هدفين نظيفين أمام أولمبيك آسفي. المسفيويون كانوا أول من أرسل إشارات للتهديد، خصوصا عن طريق السنغالي إبراهيم أنديون خلال هذه المحاولة، أو في هذه التي لم تحسن رأسيته استغلالها. بدا للمحليين إذن أن نية الضيوف لم تكن حسنة، وأول التهديدات كان بضربة مقص لأنور جيد ابتعدت بقليل فوق مرمى عبد اللطيف مروي، والضغط تواصل خفيفا دون خطورة في مناسبات الفريق على قلتها. الإيقاع سينخفض أكثر مع توالي الدقائق دون جديد. تسديدة عبد الرزاق حمد الله استقرت بين يدي الحارس، وارتباك مرويك هنا كاد يغير النتيجة. وتبقى ضربة الخطأ هاتها الأبرز للاتحاد بعد أن جند لها مروي كل طاقاته لإبعادها. بعد العودة من مستودع الملابس، الرجوي السابق الحسن يوسف لم يستثمر جيدا ضربة خطأ في أولى اللحظات. كان طبيعيا أن تكسب عناصر لوسياس ثقة أكبر
بل الثقة وصلت لحدود الجرأة على زيارة شباك مضيفها بهدف أول حمل بصمة هداف البطولة عبد الرزاق حمد الله مسجلا هدفه الثاني عشر رغم الرقابة الدفاعية. الضغط أصبح أكثر للبحث عن التعادل ومن ثم التقدم، لأن أي تعثر قد يجعل الاتحاد الزمولي الخميسات يعود من حيث أتى الموسم الماضي إن لم يتدارك الأمر. لكن محاولات الفريق الزموري لم تشفع له في تجنب هدف آخر كان رصاصة الرحمة، وحمل بصمة إبراهيم ديون المنسل من الدفاع، والنتيجة النهائية بهدفين دون رد ربما كانت متوقعة من فريق فكره متشتت بين الرواتب التي لم تصرف بعد والحفاظ على مكانته بين أندية بطولة أصبح لها من اللقب هذا الموسم البطولة الاحترافية. وصراع قوى المقدمة وفرق أسفل الترتيب يتواصل في 4 مواجهات مبرمجة اليوم السبت عن الدورة 23. الفتح الرباطي ورجاء البيضاوي والمغرب الفاسي فرق تبحث عن نقاط الفوز على التوالي أمام أندية حسنية أكادير ووداد فاس وشباب المسيرة التي تعيش هاجس النزول. أما القمة فتجمع بتطوان بين المغرب المحلي والجيش الملكي، والتفاصيل مع عبد المجيد بالكابوس. فترة الحسم على الأبواب والدوري الاحترافي المغربي في نسخته الأولى يقترب من إسدال ستاره. الدورة 23 تستأنف مجرياتها ب4 مباريات تستأثر بكامل الاهتمام من متتبعي كرة القدم الوطنية. مدينة فاس تحتضن مباريات المتناقضات بين الرجاء البيضاوي الساعي للانقضاض على المقدمة ومحو خيبة الهزيمة بدوري أبطال إفريقيا، والطرف الثاني وداد فاس الذي يسارع الزمن للهروب من المنطقة المكهربة. مباراة مدينة فاس المنهزم فيها سيضيع الكثير من الفرص لإعادة الاعتبار لتاريخه ورصيده المعنوي. الفريق الثاني للمدينة العلمية المغرب الفاسي يرحل إلى مدينة العيون لتأكيد صحوته الأخيرة والظفر ب3 نقاط للمباراة. مضيفه الشباب المسيرة متديل الترتيب العام المؤقت سيلعب بكل أوراقه للفوز في المباراة وإنعاش أمله للابتعاد عن المنطقة المكهربة. ملعب ثانية الرمل بمدينة تطوان سيحتضن مباراة ساخنة بكل المقاييس. المغرب التطواني لن يرضى عن الفوز بديلا للاقتراب أكثر من مقدمة الترتيب. ضيفه الجيش الملكي لا يرضى بوضعه في الصف الثامن من الترتيب العام، سيسخر كل الوسع للعودة بنتيجة إيجابية من مدينة تطوان. متصدر الترتيب الدوري الاحترافي المغربي الفتح الرباطي يرحل إلى مدينة أكادير وأمله كبير في إعادة الاعتبار لخط هجومه. خصمه حسنية أكادير والذي تذوق طعم التهديف لن يرضى عن الفوز بديلا. مباريات الأحد من الدوري الاحترافي المغربي ستغذي الكثير من النقاش حول مصير العديد من الفرق في سبورة الترتيب في وقت أضحى فيه الفوز غاية الأهمية والهزيمة قد تبلغ درجة الكارثة. وفيما يلي مشاهدينا وقفة للتذكير بنتائج مباريات الأمس مع برنامج باقي مواجهات هذه الدورة وفق الجدول التالي. وبملاعب أندية القسم الثاني تستمر المنافسة من خلال الجولة 23 أيضا مواجهات عدة ترفع من وتيرة الصراع بين فرق المقدمة وأسفل الترتيب، بيد أن أبرز مواجهة على الإطلاق هي القمة التي ستجمع بمراكش بين الكوكب المراكشي أحد المطاردين مع المتصدر الاتحاد البيضاوي، والبرنامج الكامل وفق الجدول التالي. في كرة السلة وبعد انتهاء المرحلة الأولى من بطولة القسم الممتاز تتجه الأنظار نحو مسابقة كأس العرش من خلال محطة ثمن النهائي، دور يحمل عدة مواجهات مع حظوظ فرق القسم الأول في التأهل والمتابعة لنسيم صامت.
بعد أن طوت صفحة الفصل الأول من الدوري عرجت الكرة البرتقالية الوطنية على واجهة الكأس الفضية من خلال رواق دور ثمن النهاية. رواق جعل الجمعية السلوية حامل لقب النسخة الأخيرة في ضيافة دار الأطفال طنطا، وهي مهمة تبدو سهلة مبدئيا على الورق، وهو الشيء نفسه الذي ينطبق على الماس الذي سيحل ضيفا على فريق عريق هو جمعية أمل الصويرة، فيما قد يتوخى الوداد الحضر وهو يلعب مباراة فخ أمام اتحاد طنجة. وإذا كانت أندية القسم الممتاز قد فرض عليها العرق الجامعي للانتقال خارج قواعدها للبحث عن بطاقة الترشح للدور المقبل، وهو ما تفرضه رحلات نهضتي بركان وطنجة والفتح إلى البيضاء ووجدة وخريبكا لملاقاة تواليا كل من الاتحاد الرياضي والمولودية والأولمبيك. فمباراة سبورت بلازا والرجاء ستجمع بين فريقين كان يحملان الصفة النخبوية قبل أن تجد السلة الخضراء نفسها خارج السرب الأقوياء. بعض القراءات توحي بأن الرجاء قد يحاول بكل أسلحته المتبقية إنقاذ موسمه الأسود والاستمرار في سياق الكأس وخصوصيتها. هي إذن مباريات قد تكرس المنطق وقد تأتي برياح المفاجأة، فمن سيكون صاحب النصيب في العبور إلى شط الربع؟ وإليكم مشاهدينا برنامج ثمن النهائي كأس العرش في كرة السلة بالتفصيل وفق الجدول التالي. في الرياضات البحرية تتواصل بشاطئ مدينة الداخلة منافسات بطولة العالم للكايت سيرف في دورتها الثالثة. اليوم الثالث من المنافسة أفرز مفاجأة بإقصاء حاملة لقب مرحلة الداخلة الإسبانية جيزيلا بوليدو إلى جانب الممثلين الثلاث للكايت سيرف المغربي. والروبورتاج من الداخلة لزينب الباري والهواري سلمي. مفاجأة كبرى حملتها منافسات اليوم من الأدوار النهائية. حاملة لقب السنة الماضية الإسبانية جيزيلا بوليدو تقصى خلافا لكل التوقعات أمام السويسرية مانويلا جونغو. المصير نفسه لقيته المغربية سلمى فيرنتي التي لم تقوى على مواصلة النزال في مواجهتها لاسم مرموق البرازيلية برونا كاجيا حاملة لقب محطة الداخلة السنة الماضية. اليوم كانت الرياح جد قوية، لعبت ضد المغربية سلمى، للأسف تعرضت لبعض المشاكل التقنية مما أجبرها على عدم إتمام السباق. أتمنى لها حظا موفقا. ممثل الكايت سيرف الوطني فشل بدورهما في المرور إلى الأدوار الموالية. الرقم 1 وطنيا سفيان الحسوني في أولى مشاركته ضمن بطولة العالم سقط أمام البلجيكي جيروم كولينتيس، والإسباني ليام موالي يخرج محمد الحميني، لتبقى أمام الأسماء المغربية فرصة يوم غد لتدارك الموقف. المنافسة اللي كانت اليوم كنت انا ومتأهلنا باش نديرو لا شامبيون دي موند. دخلنا لو بروميير هيت، نورمالمون هذاك الهيت كان عليا نربحو، ولكن كان بزاف ديال الحوايج علاه حيت يا با ديكسبيريونس، حيت اول مره كندير الكومبيت. الريح تجاهد واحد شويه، داكشي اللي كان خاص. واليوم لعبت مع واحد اسباني سميتو ليا اللي المستوى ديالو عالي بزاف، ودرت داكشي اللي عليا والحظ كان جهتي هو. بالنسبه لاقصائيه ديال اليوم ما عرفتش مفاجات كبيره، يعني كان صراع قوي بين اللي غيتاهلوا غدا ان شاء الله واللي غيحتكوا مع الابطال العالميين اللي عندهم ديجا افونتاج يكونوا كاليفي دوفيس. فمنهم كان بعضهم اللي تقصى، وكان بعضهم اللي قرب تقارب النقط تعطاتهم فرصه ثانيه باش يمكن لهم يلعبوا دوزيام فوا غدا ان شاء الله. حاصلة اليوم الثالث لم تعرف مفاجآت خاصة بالنسبة للرجال، وشهد تفوق الأسماء المصنفة ضمن الثمانية الأوائل على العالم ما انعكس إيجابا على مستوى المنافسات. غدا إذن سيكون يوم راحة بالنسبة للأسماء المتأهلة، فيما سيتنافس باقي المتسابقين لحجز الأربع مقاعد المتبقية في الأدوار النهائية. مشاهدينا نواصل دوليا ومن إنجلترا، حيث يستأثر الأسبوع 31 من الدوري الإنجليزي بالاهتمام. ومن أبرز المواجهات هذا المساء تشيلسي في ضيافة أستون فيلا من أجل تأكيد نتيجة الفوز على بنفيكا البرتغالي في دوري الأبطال.
وغدا سيستقبل توتنهام هوتسبير فريق سوانزي سيتي بمهمة الحفاظ على آماله في إنهاء الموسم في المركز الرابع. ورقة ضمنها المزيد من التفاصيل مع محمد عبد الرزاق. استعادة التوهج بات شعار فريق تشيلسي سواء في العصبة الأوروبية أو على مستوى الدوري المحلي، لتتأكد أن قاعدة التغيير غالبا ما تعطي الإيجاب. روبرتو دي ماتيو مدرب البلوز يراهن من جديد على تجاوز أستون فيلا، فالفوز في هذه المواجهة يعني له الشيء الكثير، وإن كان لقب الدوري بات شبه مستحيل. روبرتو دي ماتيو أكد أن سر نتائج تشيلسي يكمن في استعادة الثقة بين اللاعبين والإدارة التقنية. أما فريق توتنهام الذي يتقدم على تشيلسي ب5 نقاط سيستقبل نظيره سوينسي، فعلى الورق تبدو الأمور تسير لصالح توتنهام بسبب اكتمال صفوفه، إذ أكد مدرب الفريق هاري ريدناب أن آخر اللاعبين المتماثلين للشفاء هو آرون لينون الذي سيكون جاهزا لهذه المباراة. ورغم إفراط فريق توتنهام في الثقة، قد يخلب كل التوقعات في دور لا يؤمن بالتخمينات. أوروبيا أيضا أنكر جوزي مورينيو مدرب فريق ريال مدريد الإسباني في مؤتمر إعلامي عقده أمس الجمعة في العاصمة الإسبانية، أنكر توجهه إلى تولي الإشراف على تدريب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الموسم المقبل. مورينيو أنكر أيضا خلافه مع حارس مرمى وقائد ريال مدريد إيكر كاسياس. المزيد من التفاصيل مع جميل عجيلي. النفي والإنكار كان السمة البارزة لتصريحات مورينيو تجاه الإعلاميين. جوزيه مورينيو نفى جملة وتفصيلا خبر انتقاله لتدريب فريق مانشستر سيتي الموسم المقبل، وفي معرض رده على عدم رغبته في البقاء في مدريد رغم دعم أنصار الفريق له وتحقيق نتائج إيجابية جعلت النادي يدنو شيئا فشيئا من تحقيق ألقاب كبيرة هذا الموسم. لا يوجد أي سبب يجعلني أناقش موضوعا لا يحتاج ذلك. كما قلت، عقدي مع الفريق يمتد لعامين قادمين ولا يجب علي أن أتحدث عن ذلك. مورينيو نفى من جانب آخر وجود خلاف بينه وبين حارس المرمى وقائد الفريق إيكر كاسياس بعدما طفى على السطح شائعات حول ذلك. القصة حول كاسيس قصة جيدة لكنها غير موجودة في الأصل. أنا لا توجد عندي أي مشكلة مع أي لاعب في فريقي. في التنس، ضرب السربي نوفاك جوكوفيتش المصنف أولا موعدا مع البريطاني أندي موراي في نهائي دورة ميامي الأمريكية الدولية وهي ثاني دورات الماسترز. جوكو تغلب على الأرجنتيني خوان موناكو بما تأهل موراي إلى النهائي بدون أن يلعب بعد أن انسحب أو أعلن الإسباني رافائيل نادال انسحابه لإصابة في الركبة. والمزيد مع نسيم صامت. الإسباني رافائيل نادال انسحب من مباراة الدورة النصف النهائي بسبب الإصابة أمام البريطاني أندي موراي. نادال المصنف الثاني عالميا عودته الإصابة القديمة في الركبة بميامي، وهذه المرة في الركبة اليسرى، مما يعني تأهل موراي إلى نهائي البطولة. نادال صرح للإعلاميين أنه قرر الانسحاب قبل ساعتين من بداية المباراة. وفي لقاء آخر تأهل المصنف الأول عالميا السربي نوفاك جوكوفيتش إلى أول نهائي له منذ فوزه بلقب بطولة أستراليا المفتوحة بتغلبه على خوان موناكو بمجموعتين لا شيء 6-0 و7-6. جوكوفيتش نجح في الفوز بسرعة كبيرة بالمجموعة الأولى ب6 دون مقابل. أما المجموعة الثانية فتحسن مستوى الأرجنتيني موناكو ليقدم عرضا أجبر خصمه السربي على خوض شوط إضافي انتهى لصالح جوكوفيتش الذي فاز باللقاء بمجموعتين لا شيء 6-0 و7-6. وختاما مشاهدينا هذه إعادة للعناوين. الوداد يتعادل بصعوبة مع نادي القنيطري ومواجهة اليوم عنوانها لا تكافؤ بين قوى المقدمة وفرق أسفل الترتيب.
وبعد انتهاء المرحلة الأولى من القسم الممتاز في كرة السلة الأنظار تتجه اليوم نحو ثمن نهائي كأس العرش. ومدرب ريال مدريد جوزيه مورينيو ينفي اهتمامه بتدريب مانشستر سيتي الإنجليزي، كما ينفي في لقاء إعلامي خلافه مع كاسياس. مشاهدينا شكرا للمتابعة ودمتم بخير.